العراقي اليوم قادر أن ينتصر ويقدم اليوم، وكرة هنا جول. الشرارة الأولى للمنتخب الأوزبكي في الهدف الأول، سريع جدا من أسرع أهداف البطولة. كرة بتلعب للمنتخب الأوزبكي للتو بدأنا، وخاكيموف يسجل أول أهداف اللقاء من دربكة في خط الدفاع، وكرة عادت مرة ثانية وكرة توصل للشباك. العراقي قادر، المنتخب العراقي قادر يسجل هدف التعادل. هذه الكرة ملعوبة في مكان جيد، جول 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 جول. الله، هدف التعادل يا أمجد يا عطوان. المنتخب العراقي في هجمة مرتدة تدرس حقيقة، هجمة رائعة جدا كانت من الجهة اليسار. أمجد عطوان يسجل هدف التعادل 1-1 للمنتخب العراقي. هذه الهجمة المرتدة الرائعة جدا، علي حسني فيصل ينطلق بشكل جيد ويهيئ كرة في مكان جيد. أمجد عطوان يلعب الكرة القوية. 1-1 هنا، الكرات العالية وكرة خطيرة جدا. الله يا مهدي كامل يذهب بالهدف الثاني للمنتخب العراقي. عودة رائعة جدا للمنتخب العراقي. مهدي كامل خذها على الطاير، سدد كرة قوية جدا بالقدم اليمنى، لاعب صاحب القدم اليسرى، لعبة ملعوبة رائعة جدا، كرة عالية تتهيأ لمهدي كامل. الآن تقدم، كرة لا زالت خطيرة، عرضية ملعوبة، جول 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 جول. المنتخب الأوزبكي يسجل الثاني هنا في هذا اللقاء، في الوقت اللي كنا ننتظر من أن المنتخب العراقي يسجل الثالث. هذه الكرة العرضية الخطيرة جدا هنا لمصلحة المنتخب الأوزبكي، واحد من الأسماء التي تكون بحالة حقيقة واحدة أمام المرمى. لا زالت همام طارق يحاول يمر، همام جول، همام جول 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 جول. الله، هدف قاتل للمنتخب العراقي. همام طارق قادم من الخلف، وبالتالي كرة بيمر مع حارس مرمى همام طارق ويسجل هدف قاتل هنا في هذا اللقاء. هدف ثالث هنا للمنتخب العراقي بعد تحرك جميل جدا كان لهمام طارق في اللقطة الماضية. همام طارق يسجل الثالث هنا لمنتخب العراق. هذا الثالث من همام طارق، تقدم بشكل جيد في اللقطة الماضية. همام طارق لاحظ معي هذه الكرة الماضية، همام يمر ويتقدم ويرسل كرة للماضي.